ويا مساء الفل وحلقة جديدة من ترند الترندات وتاكل ايه ب100 جنيه في الكوربة مصر الجديدة. وكنا عملنا قبل كده ترشيحين، أول حلقة كانت المخبز اللبناني وتاني حلقة كانت باستا كاب، ودول هسيب لكم اللينك بتاعهم اللي ما شافهمش، كنا عملناهم قبل كده في الكوربة. النهاردة معانا بقى الاقتراح الجديد والترند، مطعم مفحم وموجود في شارع الصومال في الكوربة مصر الجديدة، وهو مطعم جديد ولسه نازل وسندوتشاته مكسرة الدنيا، وواضح من اسمه ان هو مطعم مشويات وبيعمل سندوتشات مشويات على الفحم. ترند الترندات، بنعيش أحلى اللحظات. ولما نيجي نبص على المنيو، مطعم مفحم هتلاقي عنده سندوتشات المشويات موجود في نوعين العيش، عنده مشويات كفتة وشيش طاووق وحواوشي ولحمة معصجة، وعنده حاجة اسمها سبيشيال مسحب. واخترنا لكم من المنيو أشهر سندوتش عنده اللي هو سبيشيال مسحب، وده بيتعمل في الخبز المفحم وسعره 80 جنيه. وبرضو جربنا لكم الخبز الصامون وجبنا الكفتة والشيش طاووق وسعر كل واحد 50 جنيه. مطعم مفحم فعلا من المطاعم اللي هتنبسط فيها، هو عنده قعدة والدور. المطعم قلنا موجود في الكوربة شارع الصومال. طبعا أهم سندوتش وأحسن سندوتش عجبني هو سندوتش سبيشيال مسحب، أنا برشحه لكم بقوة، من أحسن سندوتشات الفراخ اللي أنا أكلتها في الفترة الأخيرة، خصوصا إن هو معمول في العيش بتاعهم المميز، وطبعا محطوط عليه الجبنة الموتزاريلا والتركي المدخن. فعلا سندوتش أحسن من أي سندوتش بيتباع في مطعم مشهور بتاع فراخ. لازم على ضمانتي روحوا جربوا سندوتش سبيشيال مسحب. واما طبعا اللي بيحبوا المشويات، طبعا ارشح لكم الكفته والشيش طاووق، برضو من السندوتشات الكويسه جدا وانا انبسطت بيها، التجربه كانت ممتعه. ترند الترندات، بنعيش أحلى اللحظات. وفعلا منطقه الكوربه كانت محتاجه مطعم مشويات، لان هي فعلا ما فيهاش مطاعم مشويات، هي فيها مطاعم حاجات تانية كتير. وزي ما قلنا كنا عملنا لكم قبل كده المخبز اللبناني وباستا كاب، لكن مطعم مفحم يعتبر من أول مطاعم المشويات اللي فتحت في منطقة الكوربة. كانت تجربة مميزة أنصحكم بيها بشدة. وفي نهاية الحلقة إذا عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وتشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أي جديد. سلام.